قتل زوجها بأمر من والدها. غيبت عن المشهد السياسي طيلة حكم صدام حسين، لتصبح بعد سقوط بغداد الناطقة الرسمية باسم عائلتها وحزب والدها، ومدافعة شرسة عن حكم آل المجيد في العراق. راغد ابنة صدام حسين الحديدية. هي راغد صدام حسين البنت الكبرى لرئيس العراق الأسبق. ولدت في 2 سبتمبر عام 1968 بالعاصمة بغداد. لقبت بالمرأة الحديدية، وبزغ نجمها كثيرا منذ سقوط بغداد وانهيار حكم البعث. عرفت بدفاعها الشرس عن حكم والدها وردها العنيف على منتقديه ومروج الإشاعات. عاشت راغد طفولة رائعة، خاصة بعد وصول والدها إلى الحكم في العراق سنة 1969. درست في أفضل مدارس بغداد، وتحصلت على البكالوريوس في الترجمة الإنجليزية من جامعة بغداد. تزوجت في سن 15 من حسين كامل ابن عم والدها، الذي كان يشغل وقتها وزير التصنيع العسكري سنة 1983، وأنجبت منه 5 أبناء. لاقى زواجها من حسين رفضا كبيرا من عمها برزان، الذي عارض أخاه الأكبر معتبرا أن حسين الأمي والجاهل لا يليق بابنة الرئيس العراقي. لكن صدام حسين تجاهل معارضة إخوته لوثوقه الكبير في ابن عمه، وهو ما جعل من حسين كامل الرجل الثاني في العراق، ما أثار حفيظة عدي شقيق رغد الأكبر، لتنطلق بعدها الصراعات والاختلافات في كواليس النظام البعثي. كان محرما خلال تلك الفترة على نساء آل المجيد اقتحام المعترك السياسي، فالعرف العشائري يرفض دخول المرأة للحياة السياسية، حتى أن مجرد المشاركة في مأدبة عشاء رفقة رجال آخرين كان ممنوعا. تناقض رهيب كان يعيشه نظام البعث الحدثي العلماني، ففي ظاهره يدعو للتحرر ونبذ الرجعية، ولكنه يجيز في باطنه زواج القاصرات ويمنع النساء من لعب أي دور سياسي. في خضم كل هذا عاشت راغد حياة سعيدة رفقة زوجها الطموح وأبنائها الذين انشغلت بتربيتهم. كان حضورها الرسمي في الفعاليات أو الأنشطة منعدما تقريبا، وكانت حياتها الزوجية مستقرة إلى أن حلت الصاعقة التي قلبت كل الموازين. ففي صيف العام 1995 قرر زوجها وشقيقه صدام زوج أختها رنا الانشقاق عن النظام والفرار إلى المملكة الأردنية. حادثة مفاجئة لم يتوقعها أكبر المتفائلين من أشرس معارض النظام البعثي. فكيف يمكن لحسين كامل الذراع اليمنى لصدام الانشقاق عمن صنع اسمه ومجده وانتشله من الفقر والخصاصة؟ واقعة أغضبت صدام كثيرا، ولكن ابنته راغد بررت لعائلتها بأنه تم خداعها، وبأن زوجها أعلمها بأنهم ذاهبون في إجازة لبضعة أيام للاستجمام. تمادى حسين كامل في نشر غسيل نظام صدام في الصحافة العالمية، وحاول تزعم المعارضة العراقية طمعا في إحداث انقلاب. لكن سرعان ما فشلت مخططات الجاهل الطموح، كما لقبه وزير الخارجية العراقي الأسبق طارق عزيز، ليجد نفسه في نهاية المطاف منعزلا متروكا في غربته، بعد أن تخلت عنه كل قوى المعارضة التي اعتبرت حسين كامل مشروع ديكتاتور جديد لا غير. حينئذ تواترت الاتصالات بين بغداد وكامل لإيجاد وفاق وصلح، وهو ما حصل مع بداية العام 1996، حين تلقى ضمانات وتطمينات من عدي صدام حسين الذي وعده بضمان حياته حين عودته، ليقرر صهر صدام العودة إلى بغداد رغم معارضة شقيقه للفكرة. فهو يعرف جيدا ابن عمه صدام وبطشه، لكن حسين أصر وفرض على شقيقه العودة بالقوة، وهو ما تم في النهاية. وجد الشقيقان حين عودتهم عدي في استقبالهم، حيث قام بإرسال شقيقته إلى قصر والده، فيما عاد حسين وشقيقه إلى منزلهم. وفي اليوم الموالي طلق صدام حسين بناته رغد ورنا بالقوة من حسين كامل وشقيقه، ورغم رفض رغد للطلاق حسب ما أفاد به عديد المقربين، إلا أنها لم تكن قادرة على معارضة والدها وأشقائها. فبعد أيام اجتمع صدام بكبار القوم في عشيرته، معتبرا أن ما أتاه ابني عمه وصهريه عار على العشيرة، ويجب غسل هذا العار إلى الأبد.
في هذا الاجتماع العشائري صرح صدام بأنه صفح عن حسين وشقيقه قانونيا، لكن للعشيرة قوانينها ونواميسها التي وجب احترامها. وبعد أيام قليلة من هذا الاجتماع هجم مقاتلون يتزعمهم عدي صدام حسين على منزل كامل الحسن، أين دارت معركة حامية الوطيس دامت لساعات طويلة، وانتهت بمجزرة فظيعة راح ضحيتها 12 شخصا من العائلة، كان على رأسهم كامل الحسن شقيق صدام حسين وزوجته وصهر صدام. عانت رغد بعد هذه الحادثة من التهميش والتغيير، فلم يكن يسمح لها أبدا بالظهور إعلاميا أو المشاركة في أي فعاليات. ومع حلول سنة 2003 تعرض قصرها المطل على وادي دجلة أول أيام الغزو الأمريكي إلى قصف عنيف، ففرت إلى منزل خالها عدنان رفقة أبنائها، وبقيت هنالك لفترة من الزمن. لكن مع سقوط بغداد غادرت رغد نحو الأراضي السورية رفقة شقيقتها رنا وأمها، قبل أن يطلبوا اللجوء من المملكة الأردنية التي وافقت على طلبهم لتستقر هنالك إلى يومنا هذا. طيلة فترة الحرب كانت رغد تحمل سلاحها الخاص، وعلى إثر اعتقال والدها وبداية محاكمته بزغ نجم رغد إعلاميا، فأضحت وريثة نظام صدام حسين وأيقونته بتصريحاتها وحواراتها الإعلامية المدافعة عن والدها ونظامه والمكذبة للشائعات والافتراءات. وفي العام 2007 عاتب النظام الأردني رغد إثر تصريحاتها النارية ضد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي نعتته آنذاك بالطائفي، لتصبح مطلوبة بشدة من النظام العراقي والانتربول الذي طالب المملكة الأردنية بتسليمها. لكن الملك عبد الله ملك الأردن رفض ذلك رفضا قطعيا، معتبرا ضيافة رغد وعائلتها واجبا إنسانيا. وفي شهر نوفمبر عام 2018 أصدرت ابنتها حرير كتابا بعنوان حفيدة صدام، عادت من خلاله إلى أبرز فترات نظام جدها، وكشفت في ثناياه أسباب انشقاق والدها وكيف انتهى به المطاف قتيلا. وخلال أكثر من ظهور إعلامي لها سئلت حرير عن إحساسها تجاه جدها الذي كان وراء مقتل والدها، فكانت تجيب في كل مرة بأن الأخطاء والخلافات تحصل في كل العائلات، مذكرة بأنها فخورة بجدها ووالدها في نفس الوقت. في السياق ذاته ظلت رغد مدافعة عن نظام والدها ورافضة للحديث عن حيثيات مقتل زوجها وطلاقها منه، كما انتقدت أحيانا أعمامها، لتصبح رغد أيقونة عائلة صدام حسين والمدافعة الشرسة عن نظام والدها الذي لم يسلم أقرب الناس من بطشه. شاركونا آراءكم ولا تنسوا الاشتراك في القناة ونشر الفيديو في كل مكان.